مشاهدينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم 45 دقيقه مع اشرف عطا. النهارده على ارض محافظه الجيزه ينظم حزب الجبهه الوطنيه بمحافظه الجيزه مؤتمرا شعبيا حاشدا لدعم مرشحي القائمه الوطنيه من اجل مصر من اعضاء حزب الجبهه الوطنيه. النهارده هناك العديد من الساده اعضاء الحزب من القيادات السياسيه والامانه المركزيه واعضاء حزب الجبهه بجميع محافظات مصر ياتون اليوم على بكره ابيهم لدعم مرشحي حزب الجبهه الوطنيه. مشاهدينا الاعزاء، تعالوا بينا نشهد سويا وقائع احتفال حزب الجبهه الوطنيه على ارض محافظه الجيزه بدعم من اعضاء الحزب الجبهه الوطنيه والنائب وسيم كمال عثمان مساعد امين التنظيم بحزب الجبهه الوطنيه. مشاهدينا الاعزاء، تعالوا بينا نشهد سويا وقائع المؤتمر. البلد والشهم يبان في وقت عوزة سيد الجدعان، سدد وظهر البلد وامان، اسمع وخد مني. ابن البلد والشهم يبان في وقت عوزة سيد الجدعان، سدد وظهر البلد وامان، اسمع وخد مني. عندك نزولة يا ابو الرجولة ويلا هات معاك اتنين صحابك او جيرانك هاتوا من وراك، لم الحبايب والقرايب يلا بينا يوم ابنك في ايد ابني. عندك نزولة يا ابو الرجولة ويلا هات معاك اتنين صحابك او جيرانك هاتوا من وراك، لم الحبايب والقرايب يلا بينا يوم ننزل عشان نبني. مؤتمر حزب الجبهة الوطنية الذي يجمعنا على قلب واحد من أجل بناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة. هذا المؤتمر هو محطة جديدة نحو تحقيق أهدافنا
الوطنية. وها نحن نستقبل كوكبة من القادة المخلصين الذين سيتحدثون عن رؤيتهم للعمل الوطني ودور حزب الجبهة الوطنية في المرحلة القادمة. أولا يسرني أن أرحب باللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب الذي سيشاركنا بكلمة تعكس رؤيته العميقة. على المستوى الشخصي وعلى المستوى الحزبي أن أكون بينكم في هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد أشارك معكم رؤيتنا في حزب الجبهة الوطنية، وأناقش معكم برنامج العمل الذي نخوض على أساسه انتخابات مجالس الشيوخ المقرر إجراءها في الشهر القادم بإذن الله. لعلكم تعلمون جميعا أن حزب الجبهة تأسس منذ شهور على يد مجموعة من أبناء ورموز على هذا الوطن ممن شغلوا مناصب تنفيذية وتحملوا مسؤوليات سياسية وأمنية خلال المرحلة الدقيقة من عمر وطننا الغالي والعزيزة مصر. قد اجتمعنا جميعا على هدف واحد، وهو بناء تنظيم سياسي يسعى لتلبية متطلبات أبناء مصر من بناء الوطن عزيز وقوي يحقق الحياة الكريمة لمواطنيه ويستكمل مسيرة العمل والبناء الذي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 في إطار الجمهورية الجديدة التي يسودها العدل والمساواة والكرامة والحرية والأمن والتنمية. النهارده حزب الجبهة الوطنية اللي جاي النهارده بيقدم لكم نفسه وبيطلب تصويتكم وتأييدكم في انتخابات الشيوخ، وهي أول انتخابات ياخدها حزب الجبهة الوطنية، الحزب اللي بنفخر إنه بيضم عدد كبير من الكفاءات وعدد كبير من الكوادر، واللي هو اختار النهارده ناس تليق بشعب الجيزة وتليق بأهل الجيزة، أولهم وأصغرهم الشاب الجميل والقانوني المحترم أحمد الحمامسي، عايزين نحييه، والمهندس حسام سعيد الرجل صاحب الاستثمارات وصاحب اليد النظيفة في الجيزة، تحية له. وطبعا ابنكم واخوكم الاستاذ محمود مرجان على المقعد الفردي، تحيه له. احنا سعداء النهارده ان احنا موجودين بين ابناء الجيزه، وسعداء بالاقبال الكبير في هذا المؤتمر الذي يعد الاول لحزب الجبهة في الجيزه، وان شاء الله نكون معاكم طول الوقت، وان شاء الله يكون هناك تواجد كبير يوم 4 و5 أغسطس على الصناديق للتعبير عن أصالة المصريين وحب المصريين لأبنائهم ودفاعهم عن دولتهم. وخلينا دايما نردد تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أنا أتقدم بالتحية لكل شهداء مصر، هم كانوا السبب إن إحنا النهارده واقفين، وأظن كلنا عارفين كل التحديات اللي بتواجه مصر، الدول اللي حوالينا عاملة إزاي. تحية للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تحية للجيش المصري والشرطة المصرية، هي اللي مخليانا النهارده بنحتفل وقاعدين مع بعض. كل الأحزاب بتقدم مرشحينها. عايز اقول شكرا لحزب الجبهة الوطنية ان هم رشحوني واختاروني ان انا ابقى يعني ضمن القائمة الوطنية من اجل مصر. شكرا لتنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، مدرسة كبيرة دربت واهلت شباب كتير لفترة طويلة عشان نقدر نخوض انتخابات. الحاجة اللي عايز اقولها، انا هتكلم بروح الشباب لان انا شاب، وانا شايف ان كل الموجودين تقريبا شباب، وبلدنا بلد شابة. انا النهارده بخوض المعركه دي وداخلها مش عشان مكان ولا منصب، انا اقسم بالله انا داخل عشان اخدم البلد دي، هكون صوت لكل الشباب، داخل اشتغل على كل الملفات اللي عندي خبره فيها اقدر اقدم فيها واقدر اخدم بلدي فيها. ده عهد انا باخده قدامكم، وعهد وحلف يمين هحلفه في المجلس ان شاء الله لو ربنا كتب لي النجاح. بطلب منكم المشاركه وتنزلوا تختاروا اللي انتوا عايزينهم. القائمه الوطنيه هي قائمه فيها احزاب كتير اتفقوا مع بعض
حتى لو عندنا احزاب معارضه او احزاب مؤيده، كلنا متفقين ان احنا نخدم البلد دي. خليكم فاكرين ان البلد دي بلد شابه، خليكم فاكرين ان انتوا كلكم صوتكم مسموع، خليكم فاكرين ان كل الدول اللي حوالينا خايفه من مصر عشان الرئيس وعشان جيشها وعشان شرطتها وعشان شبابها. خليكم يا جماعه دايما عين صاحيه لكل المؤامرات اللي بتحصل ضدنا. الجيش والشرطه شايلين وانتوا المفروض تبقوا شايلين. لازم تشاركوا اكتر وتفهموا اكتر وتبقوا مساندين للدوله اكتر. انا ان شاء الله وباخد العهد ده قدامكم وقدام السيد رئيس الجمهوريه وقدام كل الحاضرين ان اكون صوتكم وان انا اخدمكم. وشكر خاص للسيد رئيس الحزب عاصم بيه الجزار والسيد الامين العام سيد بيه قصير واحمد بيه رسلان امين التنظيم. هو عظيم الدعاء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي داعيا الله ان يحفظه ويرعاه ويسدد على طريق الحق والخير خطاه. كما أتقدم لرجال قواتنا المسلحة بخالص التحية والتقدير، فلولا قواتنا المسلحة لكان لنا مصير آخر لا يعلمه إلا الله. وتحية لرجال الشرطة الأوفياء العين الساهرة حماة الجبهة الداخلية، وأيضا تحية من القلب لرمزي الوحدة في هذا الوطن قداسة البابا تودرس بابا الأسكندرية والكرازة المرقسية، وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب إمام المسلمين. الحضور الكريم، المنصة الكريمة، لا خوف على وطن يعانق الهلال الصليب وقائده الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحضور الكريم، تمر الأوطان دائما بلحظات فارقة تكشف فيها الشدائد معادن الرجال، وتظهر الأيام من يحمل الولاء الحقيقي ومن يكتفي بالشعارات. وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية ظهر حزب الجبهة الوطنية كتنظيم وطني جاء في توقيت بالغ الدقة، وقت كانت فيها الحاجة ماسة إلى قيادات تتحمل المسؤولية لا تهرب منها وإلى تنظيم يبني ويدعم ولا يكتفي بالمراقبة والنقد. وها هنا اليوم من قلب محافظة الجيزة نشهد انطلاق أول مؤتمر شعبي للحزب في لحظة وطنية تؤكد أن مشاركتنا ليست تنافسا انتخابيا فقط، بل معركة وعي ومسؤولية وطنية تحتم علينا أن نكون في مقدمة الصفوف. الحضور الكريم، المنصة الكريمة، إن مصر الآن لا تحتاج من يرفع الصوت بل من يرفع البناء، ومن لا يزايد بل من يساند. وحزبنا حزب الجبهة الوطنية قرر أن يكون في قلب الميدان جزءا من الحل، سندا للدولة ورافدا للوعي الوطني. إن انعقاد هذا المؤتمر تحت مظلة رابطة أبناء الصعيد بمحافظة الجيزة تحت إشراف الشاب الواعد الصحفي وسيم كمال عثمان الأمين المساعد لحزب الجبهة الداخلية، وبحضور هذه القامات الوطنية المخلصة، هو تجسيد لروح التماسك والانتماء والوعي الوطني، وهي القيم التي يؤمن بها حزب الجبهة الوطنية، ونعمل جميعا تحت رايته لترسيخها في كافة ربوع مصر. تحية تقدير لكل من اختار أن يعمل بصمت وإخلاص وأن يكون عونا للوطن في وقت الجد، وأن نقف جميعا صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية. هنيئا لك يا مصر بشعب أبي وجيش قوي وقائد وفي. وفي النهاية أشكر قبائل الربايع الحاج مسعود وكل من أتى معه مؤيدين للأخ أحمد الحمامسي
فهم أولاد عمومتي، أتمنى لهم التوفيق وكل التقدير لهم، وشكرا والسلام عليكم والله أكبر وتحيا مصر. والنهارده زي ما واضح قدام حضرتك كده احنا على ارض محافظه الجيزه، واللي حضر المؤتمر النهارده الالاف اللي موجوده من محافظه الجيزه، طوائف مختلفه وفئات مختلفه من جميع مراكز ومدن واسامي الجيزه، 26 تقريبا اسم ومركز، والجميع جاي ايد مرشحي حزب الجبهه الوطنيه مجلس الشيوخ قادمه. ان عندنا مقعدين للقايمه، الاستاذ احمد الحمامسي والباشمهندس حسام سعيد، ومقعد فردي للاستاذ محمود مرجان الوراق. الاثنين شخصيات متميزه جدا. حزب الجبهه الوطنيه انتقى المرشحين بعنايه فائقه، وان شاء الله باذن الله يبقى يوم عرس، يوم انتخابات مجلس الشيوخ، واحنا بننادي بقى اهالي محافظه الجيزه وشبابها والمراه ايضا وجميع فئات الشعب المختلف في الجيزه ان هم ينزلوا يوم الانتخابات ويشاركوا العرس الذي سيقام، وده طبعا حقهم، ولازم ينزل يحافظ على صوته وينتخب من يريد. يعني نقول لهم طبعا دايما كما تعودنا من اهالي محافظه الجيزه المتميزه اللي دايما بتقف في مواقف صعبه في البلد مرت بيها مصر سابقا في فترات مختلفه، وكان دايما اهالي محافظه الجيزه سند للدوله المصريه وسند ايضا للشعب والقوات المسلحه. الشعب نفسه سند للقوات المسلحه والشرطه، وده كعاده محافظه الجيزه دايما بمواقفهم السابقه اللي حدثت واللي الجميع يعلمها. ان شاء الله النواب واعديننا بحاجات كتير للشباب، وهيعملوا مصانع وهيبقى ليهم وظائف كويسه، وهينشئوا مجمعات مصانع للشباب، ويبقى في توظيف للشباب، واهم حاجه ان هم يعني دعم الشباب لان هم المستقبل. فطالما هم اول حاجه بصوا لها للشباب فده دعم للمستقبل ان شاء الله، واحنا متفائلين خير. الاستاذ وسيم لا انا متفائله له خير ان شاء الله، وانا بقول له انت شاب واكيد انت هتقف مع الشباب، وان شاء الله باذن الله تكون واجهه مشرفه لينا وللشباب كلهم باذن الله، وتكون دعم كامل ليه. ويا ريت يبقى المؤتمر ده قوه اكبر للشباب ان شاء الله. وبالنسبه للاستاذ وسيم انا شايفه ان هو يعني اكبر واحد يعني هيقف مع الشباب ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقه باذن الله. حسين فايز ابو الوفا، عضو مجلس النواب سابق، منسق لجنه القبائل والعائلات والاسر المصريه بمركزيه حزب الجبهه لمحافظه جنة. طبعا احنا النهارده حضرنا المؤتمر الكبير الحاشد، مؤتمر كان ناجح عند طبعا الحاج كمال عثمان بوجود كبار القيادات حزب الجبهه النهارده لدعم القائمه والمرشحين لحزب محافظه الجيزه اللي هم خاصين بحزب الجبهه. طبعا حزب الجبهه ولد عملاقا فعلا، ولد وتم تأسيسه، أنا كنت من مؤسسينه بعمل التوكيلات، وتمت التوكيلات بمحبة الناس فعلا، يعني لأنه أفكاره ومبادئ حزب الجبهة أفكار بتتماشى مع الأفكار اللي هي مطلوبة من المواطنين في الحياة القادمة إن شاء الله. يعني بيلبي مطالب المواطنين من الناحية السياسية والنيابية، فهو طبعا كل مبادئه وقواعده إنه هو يختار المرشحين اللي موجودين بالشارع، المرشح اللي موجود بالشارع فعلا واللي عايزه المواطن واللي هيأدي خدمة للمواطن، هو ده يعني بيختاره وهيرشحه على مقاعد الحزب. يعني لأنه الحزب طبعا لما بيكون في عمالقة
من التنفيذيين السابقين. ده بيعمل ايه؟ انا كنائب اقول لحضرتك بيعمل ايه. ليه النهارده لما بتكلم ان في وزراء كبار وفي قيادات تنفيذيه سابقه، احنا النهارده لما هنخوض انتخابات وهيتم انعقاد المجلس الجديد، اللي بيحصل انه بيتم تشريعات وقوانين بتتم داخل المجلس من خلال افكار الحزب وافكار الشارع المطلوبه، فبتعد هذه القيادات بتعد القوانين والتشريعات المطلوبه ويتقدم بها نائب الحزب اللي موجود داخل القاعه بهذه الافكار. فانت عندك النهارده ملحمه قانونيه وتنفيذيه مرت بالظروف والمطالب اللي محتاجها المواطن والتي تحمي المواطن والوطن في نفس الوقت، يتم اعداد القوانين والتشريعات من خلالها، تمام، ويتم عرض هذه القوانين من خلال النائب اللي هو ممثل للحزب داخل البرلمان. فده النهارده ميزه انه يكون الحزب قياداته من التنفيذيين السابقين الوزراء، لان هم ملمين بالاحوال الموجوده. مثلا اقتصاديا في تشريع يتطلبه، تمام، الاقتصاديه، الحاله الاقتصاديه اللي موجوده مثلا بيتم اعداد قانون وتشريع خاص بها يفيد المواطن والوطن، ويتم عرض هذا القانون وتنفيذه في مجلس النواب من خلال نائب الحزب. فنائب الحزب النهارده عنده درايه بمعنى ايه؟ ان ازاي يتقدم بالتشريع، تمام، ازاي يتقدم بطلب احاطه، ازاي يتقدم بالسؤال، وفي نفس الوقت تمام القيادات الحزبيه ملمه ازاي ان هي تعمل قانون يحمي المواطن ويحمي الوطن. وحزب الجبهه هو حزب، تمام، خلف القياده السياسيه، تمام، وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي. واحنا طبعا بندعم رأي الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمام، في كل القرارات اللي بياخدها، تمام، احنا خلفه وخلف القيادات السياسية وخلف القوات المسلحة المصرية. الرئيس السيسي الذي يعني حفظ مصر، ربنا سبحانه وتعالى حفظ مصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وندعو الله له أن يحفظه لمصر كما حفظ مصر به. سحر عبد العزيز علي رضوان من محافظة قنا، وعضو برابطة أبناء الصعيد وممثل عن المرأة الصعيدية. جيت بدعوة من عمنا الحاج كمال عثمان نحضر يوم عرس، مش يوم احتفال عادي بالحزب النهضة، بداية عرس ديمقراطي لمجلس الشيوخ. الحزب طبعا زي ما حضرتكم كنتم من الأول من بداية جمع التوكيلات بدأ حزبا كبيرا، وبالفعل الآن صار عملاقا. النهارده اليوم التنظيم فوق الممتاز بإشراف النائب وسيم كمال عثمان، وبمناسبة ذكر النائب وسيم، نحن كأبناء الصعيد وكأبناء محافظة قنا بنعتبر النائب وسيم كمال عثمان هو فخر لينا، وبنأمل على إيده إن شاء الله مزيد من الدعم للشباب الصعيد والدعم لمحافظة قنا والدعم للشباب على مستوى الجمهورية، بما إنه مساعد التنظيم المركزي. النهارده كان اليوم زي ما قلت لحضرتك هو مش يوم احتفال عادي، هو يوم بدأ بعرس وما زال العرس قائم بمنزل الحاج كمال عثمان. المنزل كان الأول مقر رابطة أبناء الصعيد، والآن بقي مقر رابطة لأبناء الأمة، بقي بيت الأمة. زي ما حزب الجبهة مجمعنا كلنا ومجمع كل الشعب المصري، فمقر رابطة أبناء الصعيد مجمع كل الأمة المصرية لحب مصر. يعني يعتبر البيت هنا مقر لكل محب الوطن مصر. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للدولة والداعم للشعب المصري والداعم للمرأة بصفة خاصة. رئيس عظيم لشعب عظيم. وبشكر بما إني ممثل عن المرأة الصعيدية، بشكر سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي لما تقدمه لدعم ومساعدة للمرأة على مستوى الجمهورية، وببارك لها رئاسة الهلال الأحمر، وإن شاء الله على إيد معاليها نشوفوا الكثير من الدعم لكل السيدات الشعب المصري بمشيئة الله. تغير تماما منذ أن أتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأمان ازداد في البلد، الوعي ازداد، الكثير من مشروعات التنمية، يعني تحويل بمعدل 100%. يعني الصعيد ما بقاش صعيد، احنا بقينا قطعة من العاصمة القاهرة كوعي وكفكر
مشاريع تنمية للشباب وفرص توظيف. نحن يعني بنشكره على ما فعلوا للشعب المصري وما فعلوا لنا نحن أبناء الصعيد. بقول زي ما قلت كده، رئيس عظيم قتل شعب عظيم، يعني يعجز اللسان عن الوصف لما قدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن أتى. أنا بشكر حضرتكم، ويعني اتشرفنا بكم في رابطة أبناء الصعيد بما إني صعيدية، وزي ما قلت لحضرتك إحنا خلاص ما بقيش رابطة أبناء الصعيد، ده بيجي بيت الأمة مجمع كل الناس. وبنشكر الحاج كمال على استضافته لنا جميعا، الداعم للدولة المصرية والداعم للقيادات المصرية، وألف شكر لسيادتك. الحاج فرج عباس رئيس جمعية شباب أولاد قنا، ورئيس لجنة فض المنازعات بالطلبية والعمرانية. احنا طبعا النهارده في يوم عرس، يوم جميل، يوم فرحانين بيه كل صعايدة مصر، مش هنقول جنا ولا لا، كل صعايدة مصر. كان يوم عظيم، وربنا يبارك في الحاج كمال عثمان اللي لامم الشمل الصعيد كله في القاهرة وفي الصعيد، محافظاته كلها متواجدة في نفس المكان. وربنا يوفق الأستاذ وسيم في الفترة اللي جاية، ويوفقه ربنا ويبقى هو النائب بتاعنا اللي احنا نتكل عليه، لأنه شاب ويبقى واقف مع الشباب عيالنا اللي هي طالعة من دوره كده كويس. ويوم جميل وعظيم وربنا يوفقه. والله إن هذا دل فإنما يدل على وطنية هذا الشعب العظيم، وأني ما رأيته ولا خاصته اليوم شعبية جارفة من النساء ومن الشباب ومن الكبار ومن الشيوخ ومن العواقل، جاءوا هنا ليؤيدوا مرشحي حزب الجبهة الوطنية سواء في القائمة أو في الفردي. جاءوا ليقولوا نعم لمصر أولا، ونعم لرئيسها عبد الفتاح السيسي، داعمين له وفي كل المواقف وفي كل قراراته. وأقول للسيد الرئيس إن شعب مصر العظيم يعشقك يا سيدة الرئيس، وأنه يؤيدك في كل توجهاتك التي ظهرت بها، وأن كل قراراتك التي اتخذتها في صف المواطن المصري وفي كرامة مصر. ومن هنا ومن فيلا كمال عثمان الذي جمع الحشود هو وابنه وسيم كمال عثمان، نقول للجيش المصري تحية لقيادة الجيش المصري العظيم الذي يقف على حدود مصر حراسا، وتحية لشهدائهم الذي أنقذوا مصر من الهلاك، وتحية إلى الشرطة المصرية، وتحية لكل رجل قومي ومصري فيه القومية وفيه العربية يحيي شعب مصر العظيم. ومن هنا أؤيد حزب الجبهة الوطنية وأؤيد مرشحينه على مستوى الجمهورية، ونحن ندعم حزب الجبهة الوطنية سواء في القائمة أو في الفردي. وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا أنتمي لهذا الحزب مرسلا لأمانة المصالحات في محافظة قنا، وأنا أشرف لانتمائي لهذا الحزب. ولماذا هذا الحزب بالذات؟ هذا الحزب لم يأتي ضد أي حزب، لكنه جاء داعما للدولة المصرية، وهذا الحزب ولد من القبائل العربية المصرية، جمع حشودا عظيمة وجمع رموز دولة وجمع رجال قضاء ورجال شرطة ورجال قوات مسلحة داعمين مصر في كل تصرفاتها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. سوريا الشيخ عضو مجلس النواب السابق وأمين عام التعليم الفني في حزب الجبهة من محافظة القليوبية. النهارده كان يوم عرس ديمقراطي كبير في محافظة الجيزة، وبنشكر الحاج كمال عثمان اللي فاتح بيته وفاتح قلبه للناس كلها. بنقول شكرا على المؤتمر الجامد ده يا حاج كمال، وربنا يا رب يجعلك دايما في الخير. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له يا ريس كتر خيرك، واثبت فعلا ان انت كنت على حق لما كنت بتسلح الجيش المصري، لان احنا ما كناش اقوياء وكنا معانا جيش قوي ومعانا سلاح جامد كانوا هيقدروا علينا. لكن انا بناشد كل الشعب المصري انه ينزل يوم 4 و5 عشان خاطر انتخابات الشيوخ. بنقول للعالم كله
مصر موجودة، مصر مش هتقدروا تكسروها إن شاء الله. هنتنينا في لحمة وهنتنينا الظهر للجيش المصري، وبنقول له يا ريس في عندك 110 مليون مقاتل مصري، مش الجيش المصري بس، كلنا مقاتلين فدا تراب البلد، لأن تراب البلد غالي قوي قوي قوي، مصر غالية وترابها أغلى.